ولاحظت أمرا أصابني بالإحباط وبالخيبة على المسلمين وعلى الحزبيين وعلى الإخوانيين. كان أمامي في الصف اللي أمامي شاب لا مؤاخذة مصري، عرفت أنه إخواني من حركته، لأنه لما قال الصلاة على الملك عبد الله الرجل كأنه صعق. كبرنا نصلي وتحرك هو يريد أن يخرج وأراد أن يمر من أمامي، وأنا حركة يعني لا شعورية، يعني وضعت يدي أمامه أقول كأنه ارجع. فرجع إلى الصف الذي خرج منه ومحتار في أمره، ثم وقف ولم يضع اليد اليمنى على اليسرى، والناس في صلاة الجنازة على الملك عبد الله، وأنا ألاحظه هل هو يصلي أو لا يصلي. فما وضع يده اليمنى على اليسرى، ولما سلم الناس هو ما سلم. أنا لازلت في شك يعني من أمره، هل هو يعني هناك مانع انتقض وضوءه أو شيء من هذا، لكن رضي الله عنه يعني يبين حقيقته. بعد الانتهاء من الصلاة على الملك عبد الله نادى المؤذن الصلاة على الميت الحاضر، فما كان من الرجل إلا أن كبر ووضع يده اليمنى على اليسرى وصلى. فتأكدت بأنه من الذين لا يريدون الصلاة على الملك عبد الله، أما أنه يكفر، وتأكدت أنه إخواني. كيف لا يصلي على الملك عبد الله ثم يصلي على الجنازة التي وراءه؟ والحقيقة أنا تألمت كثيرا، وبعد الصلاة أردت أن أتفاهم معه فكبر ليصلي السنة. فاقتربت منه وقلت الله لا يرحم حسن البنا. والله العظيم يعني رجل قال استغفر الله، قلت انت ما تدري عن شيء. اي نعم. فالحقيقة اغاظني هذا الاخ، هذا المجرم، هذا التكفيري، هذا ما امتنع من الصلاة على الملك عبد الله الا لانه يكفر الملك عبد الله. هذه تربية حسن